تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش ليلة القدر، لا. ألم تر إلى العمال حين يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ حديث رواه البيهقي. إذن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر لأن فضله على الشهور كلها بإيه؟ لما نعرف بقى ربنا كرم شهر رمضان بإيه، يبقى أنا لما أحب أكرم شهر رمضان أكرمه بما كرمه به الله، وإلا هبقى أنا عملت غير الشرع. لأن للأسف الناس النهاردة خلاص اتعودت على أن شهر رمضان شهر السهر ولعب الكورة وشهر التلفزيون، شهر المسلسلات، شهر ألف خيبة وخيبل يسموها ألف ليلة وليلة، شهر الفوازير، وكل واحد مستعد بقى في شهر رمضان للفوازير اللي جاية. ويا ترى بقى الفوازير السنة دي ايه؟ وانا ربنا يسهل لي بقى ويوفقني ان شاء الله احل الفوازير. بالمناسبة كان واحد خايب بيسأل واحد اخيب منه بيقول له انا السنة اللي فاتت اتفرجت على 29 فزورة في رمضان وفاتتني فزورة، اليوم اللي انا ما اتفرجتش فيه على الفزورة ينفع لي صيام؟ امهبل منه قاعد فكر. قال له طب اسألك الاول، اليوم اللي انت ما اتفرجتش فيه على الفزورة كنت ناسي ولا متعمد؟ قال له لا والله كنت ناسي. قال له ايوه، يبقى ما دام كنت ناسي ان شاء الله غفر الله لك وربنا يسامحك، بس السنة الجاية ان شاء الله تجيب فزورة تسد مكان الفزورة اللي انت ما سمعتهاش. مين قال ان شهر رمضان شهر الفوازير وشهر تضييع الوقت وشهر السيئات والمعاصي؟ ما انت بتلاقي والعياذ بالله كله ينسب لشهر رمضان. الخيمة الرمضانية، الشيشة الرمضانية. لا طب انت طول عمرك بتشيش، ما تشيش بعيد، ايه بتقولها رمضان ليه؟ بتنسبها رمضان ليه؟ رمضان شهر الشيشة ولا شهر خيمة ولا شهر كذا؟ اللي عايز يكرم رمضان يكرمه كما كرمه الله عز وجل. طب ربنا كرم رمضان بايه؟ نمرة 1 بالصيام، 2 بنزول القرآن، 3 جعل فيه ليلة خير من 1000 شهر، 4 جعل السنة اللي تتعمل في شهر رمضان بثواب فريضة. طب واللي يعمل فريضة بثواب 70 فريضة. 5 جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وبعدين طبعا معروف ان شهر رمضان شهر الغزوات وشهر الفتوحات، ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم المسلمين فيه بالغزوات لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعايش معاه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات. طيب اللي عايز يكرم شهر رمضان يكرمه بما كرمه به الله. هناخد واحدة واحدة بقى في مظاهر تكريم هذا الشهر الكريم علشان اعمل زي ربنا سبحانه وتعالى ما كرم به هذا الشهر. نمرة 1 كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر المبارك بالصيام. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا. طب ويا أيها الذين آمنوا ليه؟ لأن هم اللي هينفذهم. هو ربنا لو قال يا أيها الناس يمكن الناس ما يسمعوش الكلام، إنما الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله أدي القرآن وأدي السنة، ومن يطع الله أدي القرآن ورسوله وأدي السنة ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور. عشان كده ربنا بيقول اهو يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام يعني فرض، يعني الواحد مش مخير بقى ان يصوم ولا لا، مش حاجه اسمها انا حر، لا انت مسلم غصب عنني عينك تصوم رمضان. اوامر الله للتكليف، وربنا هيتحايل علينا عشان نسمع كلامه سبحان الله. فالله امر بالصيام يبقى نصوم. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بس الحمد لله ربنا خفف عننا. نعم الصيام كان على الذين من قبلنا لكن ربنا خفف. مثلا زي ايه؟ الله تبارك وتعالى في اخر سورة البقرة ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
كان زمان الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والكلام. محدش يتكلم وهو صايم، فربنا خفف عنا، والحمد لله ده من فضل الله، خصوصا للنساء الغلابه ما يقدروش يمسكوا نفسهم عن الكلام، فيمكن يضيع صيامهم في شهر رمضان. عشان كده ربنا قال لهم لا، ممكن تتكلموا بس تتكلموا بالخير. زي ايه؟ فإما ترين من البشر أحدا، سورة مريم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وما دام صايمه يبقى ايه؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى ما فيش كلام، لكن الحمد لله في شريعتنا احنا ممكن نتكلم لكن بالخير. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام النهارده يعتبر زي كوبري او امطره او سلم او وسيله من وسائل المواصلات بنركبها علشان نوصل لمحطه التقوى، لعلكم تتقون. والتقوى هي الخوف من الله. طب واحد يقول وعلاقه التقوى بالصيام ايه؟ الفريضه الوحيده التي لا يعلم احد الا الله عز وجل انك بتعملها ولا لا هي الصيام. ازاي؟ الصلاة والله بنشوفك وانت بتصلي. الزكاة هيشوفك اللي بتطلعها له، على الأقل اللي بياخدها منك بس هيشوف. الحج طبعا عمل لنا هيصة قبل ما بتطلع وبعد ما بترجع، والحج رجع والحجيجة والحجبوك. إلا الصيام، الصيام الوحيد اللي يعلم انت صايم ولا لا هو الله. بدليل لو جبت واحد وما بياكلش ولا بيشرب وقاعد قدامك من الصبح لغاية بالليل، ما تقدرش تقول عليه صايم ولا لا. ليه؟ لانه ممكن ما يكونش نوى، النية محلها القلب. يبقى لو ما كانش نوى حتى لو ما كانش ولا شرب ما يتحسبلوش صيام، انما الاعمال بالنيات. ولذلك نية الصيام في رمضان مطلوبة غير السنن. بمعنى لو انا في اي يوم غير رمضان عايز اصوم، جائز ان انا انوي الصيام قبل صلاة الظهر. قمت الساعة 10 11 من النوم الصبح وبعدين قلت والله انا ما اكلتش حاجة، اقول لك يلا طيب يبقى خلاص ان شاء الله اكمل صيام. لكن في رمضان بالذات لا، لابد من بالليل تكون من تبيت النية من قبل الفجر. وطبعا مش هنقعد نقول بقى زي اللي بيقولوا بقى نويت انا اصوم شهر رمضان 30 يوم وطلع 29 نويت الله اكبر. النية محلها القلب. امال بنعمل ايه؟ بحضر السحور بس هو دي النية. حد في الدنيا بيقوم ياكل في عز الليل؟ يعني بالله عليك تخيل واحد قام بالليل لقى مراته في المطبخ بتاعه، في اي يوم عادي هيعمل ايه؟ هيقول لك اكيد الربع اللي فاضل ضرب. انما في رمضان ده احنا كلنا بنقوم ونصحي بعض عشان ناكل بالليل. طب ايه اللي بيخليك تحضر الاكل؟ عشان اصوم. اهدي النية. عشان كده بنقول تقوى، خوف من الله، خليك مع الله. ما حدش يعلم انت صايم ولا لا الا الله. ممكن تخش تشرب ميه، ممكن تاكل، ما حدش هيشوفك، لكن الله مطلع عليك. والحمد لله بقى الايام بسيطه، يعني اياما معدودات اللي هم شهر رمضان يعني. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ده المريض واللي مسافر. وعلى الذين يطيقونه اي يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة، زي الشيخ الفاني وزي المرأة الحامل وزي عامل البناء اللي بيشيل القصعة ويطلع في الادوار العليا، زي الفران اللي واقف قدام الفرن. كل دول ينطبق عليهم لفظ يطيقونه، يعني يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة قد تودي بهم الى الهلاك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اليوم اللي ما تقدرش تصوم فيه اللي هو وعلى الذين يطيقونه يطعم فيه مسكين. يبقى اليوم اللي افطر فيه ده هو يطعم قصاده مسكين، يأكل المسكين وجبتين في اليوم الى اخر الايات. يبقى الله عز وجل فرض علينا الصيام في هذا الشهر المبارك. لكن عايزين نعرف يعني ايه الصيام؟ ما هو الصيام؟ الصيام هو في التعريف الفقهي يعني الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله اياما معدودات اللي هي بتاعه رمضان، من اول الفجر ميدا لغاية المغرب ميد، فترة النهار يعني. الله، طب ما انت في غير رمضان ساعات لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتقرب من زوجتك،